السلام عليكم يا حبايب، تحياتي ليكم، اخوكم الحاج الضوي. النهارده يمكن احنا موجودين تحديدا في محافظه الجيزه، وتحديدا زي ما انتم شايفين يعني من غير ما اقول ان احنا موجودين في الهرم. احنا موجودين في فندق فوله بالهرم. الفندق ده يمكن انا اول مره انزل يعني في فندق وارتاح فيه. فندق جميل، فندق محترم. اجمل ما فيه انك انت قاعد في الغرفه بتاعتك بتطل على المنظر الجميل كده، بتشوف الثلاث اهرامات، وكمان من الناحيه الثانيه او من اي مكان في الفندق بتشوف ابو الهول وانت وقاعد في الغرفه، او انت وقاعد بتفطر على الروف. يمكن النهارده فطرنا على الروف، وكنا قاعدين الصبح كده شفنا يعني شروق الشمس، وان شاء الله النهارده برضو في العشاء ممكن نشوف غروب الشمس. فانا بدعو اي حد عايز يجي يشوف المنظر ده كده ويقضي ليله جميله هو واولاده هو واصحابه، يجي في فندق فوله. بشكر الحاج محسن على الضيافه، وبشكره على اللي عمله معايا النهارده يعني في الفندق بتاعه. وبصراحه بلدنا جميله، بلدنا حلوه. حاجه منظر يعني انت في الاوضه بتاعتك تشوف المنظر ده، اي حد في العالم يتمنى انه يشوف المنظر ده من الغرفه او من الروف. فانا بدعو كل الناس تزور فندق فوله. يمكن دي الغرفه اللي انا نازل فيها في فندق فوله. هوريكم الغرفه. يمكن الفندق ده 21 غرفه بالظبط، فندق صغير. اجمل ما فيه الاطلاله بتاعته اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. من اي غرفه في الفندق ال 21 غرفه هتشوفوا اطلاله جميله جدا، اي حد في العالم زي ما قلنا يتمنى يشوفها. بلدنا حلوه، بلدنا جميله. تعالوا اوريكم. دي الغرفه، غرفه جميله وغرفه مناسبه وحاجه في منتهى الروعه. ويمكن الروف زي ما انتم شفتوا من شويه، حاجه جميله جدا انك انت ممكن تطلع تشرب حاجه فوق. الفطار بتاع الفندق بيكون فوق في على الفيو بتاع الاهرام. ومن الغرفه يمكن انا من الخلفيه هنا ممكن اشوف الاهرامات. هوريكم، تعالوا. بصراحة جميلة وإطلالة جميلة، أي حد في العالم يتمنى يشوفها. بدعو كل الناس إنهم يزوروا الفندق ده. وزي ما بقى تاني بقول برضو بشكر الحاج محسن على اللي عمله معانا هنا. تحياتي لكم يا حبايبي.